الأسئلة الشهيرة جدا في الامتحانات ربط الوصلة الثنائية بدوائر التيار المستمر اللي موجودة طبعا في الفصل الأول. خلي بالك ان انت لو عندك وصلة ثنائية موجودة في توصيل امامي فده معناها انها بتمرر التيار، ممكن ما يكونش ليها مقاومة، ممكن يكون ليها مقاومة، ده حسب صيغة السؤال وحسب ما هو هيقول لك. خلي بالك انه لو حط وصلة ثنائية موازية الفرع عليه مقاومة والوصلة دي ما كانش ليها مقاومة وتوصيلها كان امامي، فهنا السلك هيعمل عمل حرامي التيار وهيسرق التيار وهتلغي المقاومة دي. ركز كويس جدا على افكار الوصلة الثنائية وعلاقتها بدوائر التيار المستمر او المتردد، ولكن المستمر بتبقى مسألة اهم. خلي بالك كمان في الترانزستور من المعادلة الشهيرة لحساب فرق جهد دايرة الخارج، حيث الفي سي سي بتساوي في سي اي زائد اي سي ار سي، يعني فرق الجهد الكلي لدايرة الخارج بيساوي مجموع فرق الجهد المستخدم لنقل الشحنة بين الباعث والمجمع زائد حاصل ضرب اي سي ار سي، يعني حاصل ضرب شدة التيار الخارجة من المجمع في مقاومة المجمع اللي هم على بعض بيحسبوا فرق جهد المجمع. المعادلة دي من المعادلات المنتظرة بقوة في امتحان الفيزياء السنة دي ان شاء الله. ركز كويس قوي على الفكرتين دول وان شاء الله خير.